السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متابعيني الاعزاء، ولايف جديد وحكايه جديده من حكاوي الكيلاني. واحنا يعني في نهايه شهر رمضان، وبنودع الشهر او الضيف الخفيف على قلوبنا. يعني اللي هو مر بخفيف، ولكن كنا يعني دايما نتمنى ان الايام كلها تكون شهر رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأثناء انشغال المسلمين بالعبادة والاستعداد للعيد، والناس في المساجد بتقيم الليالي العشر في نهاية رمضان، لعل وعسى ان الناس كانت بتجتهد عشان ليلة القدر. ولكن للأسف فوجئنا بأحداث حوالينا، وهي أحداث دولة السودان الشقيق. وطبعا احنا لسنا بمعزل عما يحدث في دولة السودان، ويجب علينا كلنا ان احنا نكون عندنا وعي. معالي الباشا أستاذ سامح حرب، أهلا وسهلا ورمضان كريم، وكل عام وحضرتك والأسرة الكريمة بألف خير. وأنا على فكرة دايما بتذكر الوالدة سبحان الله في عند الحرم بالدعاء يعني، وأخوالك والوالد يعني رحمة الله عليه. فإحنا مش بمعزل عن اللي بيحدث في العالم. وأنا كنت في أكتر من لايف قبل كده كنت اتكلمت وقلت إن قوى الشر بتحاول ان هي تعمل بؤرة صراع في المنطقة، سواء في الخليج او سواء في افريقيا، لان دي صراعات ما بين القوى الكبرى او قوى الشر، وبيستخدموا الحرافيش او الدول الصغيرة وهم وقود الحرب، وبيستخدموا بعض العملاء لتدمير الدول. وهي زي ما قلنا قبل كده هي الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة اللي قبل كده حاولوا يزرعوها لنا قبل كده في المنطقة تحت مسمى الربيع العربي، وما زال ان هم بيحاولوا يعملوها دلوقتي. الوضع خطير جدا في السودان، وده يؤثر طبعا على سلامة بلدنا الحبيبة مصر. وخلينا نفهم الموضوع. مين هو حامدتي؟ الواحد بيحاول ان هو يفهم المجموعة اللي حواليه او مجموعة الناس اللي موجودين معايا على اللايف، لعل وعسى ان الناس تبقى يعني مشاركين في حملة الوعي لدى الشعب ولدى الناس. لان زي ما قلت قبل كده، الصراع اللي حصل في الحرب الاوكرانية قبل كده، اول ما كانت هتبدأ قلت الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حالة المحشي. والناس ساعتها كانت مستغربة، يعني إيه اللي بيعملهم هناك وإيه اللي هيحصل. كان قبل ما الحرب تحصل كنت بتكلم على إن هيحصل زيادة في الأسعار وزيادة القمح وسلاسل الإمداد والكلام ده، وده اللي حصل. وده برضه اللي هيحصل للأسف مع الحرب الصينية اللي هي التايوانية، ان هتزيد الاوجاع وهتزيد الالام وهتزيد الاسعار وهتزيد المجاعة في العالم كله، لان الصين هي مخزن العالم تقريبا. ف يعني ربنا يحفظ المنطقة. وزي ما قلت ان حمدتي ده كان ايام الرئيس البشير، كان راجل تاجر جمال، ولما كان في تمرد في اقليم دارفور، البشير الاخواني ساعتها خلى تاجر الجمال ده يقضي على المتمردين في اقليم دارفور، واغتصبوا النساء وقتلوا وعملوا جرائم انسانيه. فلما قضى على يعني ما خلاش الجيش يدخل، خلى الميليشياوي حمدتي اللي هو تاجر الجمال ده هو اللي يقضي. فحمدتي لما نجح في السيطرة على اقليم دارفور، بدأ هو يديله زي نشان او دعم ان هو ورتبة عسكرية، ان هو يبقى جيش موازي او موالي له، بحيث لو حصل انقلاب على البشير هو الراجل ده ايه ينقذ البشير.
تمام، زي ما كانت هنا جماعه الاخوان عايزه تعمل جيش موازي في سيناء، ده كانت نفس الفكره. ولكن لما حصل الانقلاب في السودان، حمدتي نفسه باع مين؟ باع البشير، فبقى في قوتين، قوه الجيش وحمدتي. فالبرهام طلب من الجيش، من قوات الدعم السعري، اللي هي تندمج تبع الجيش، يعني تندمج مع الجيش، لانه يعتبر جيش موازي تقريبا حدود 100,000. دول يا جماعه عشان بس تبقوا عارفين ولائهم لاسرائيل والايران ولاثيوبيا ابي احمد، فهم يمثلوا خطر علينا احنا كمصر. تمام، احنا مع القوات النظاميه، القوات الجيش السوداني النظامي، هو ده الجيوش النظاميه، زي ما كنا بنحاول. مصر كانت بالدول اللي بتدعو الى الحفاظ على الجيش السوري، فقوى الشر بتحاول تصدر لك انت كمصر مشكله. هم حاولوا يجوا لنا من خلال ليبيا، ومصر حلت المشكله من خلال ليبيا، فهم دلوقتي حاولوا يصطادوا في الماء العكر، ويحاولوا ان هم ايه، يعني يحرضوا حامدي والميليشيات بتاعته اللي هو تاجر الجمال ده ضد الجيش السوداني، وفي نفس الوقت يمثل خطورة على الجيش المصري، لأن حمدتي ده ولاء الأثيوبيا. البرهام مع مصر قلبا وقالبا، لأن احنا مصالحنا مشتركة. فطبعا القوات المصرية اللي كانت موجودة في مطار مروي ده كانت للتدريب، عبارة عن هم مدربين بيدربوا الجيش السوداني الشقيق، زي ما بيحصل في أي دولة يحصل عملية تدريب مشترك. كل سنة يا أستاذ محروس، كل سنة وأنت طيب حبيبنا الغالي، ورمضان كريم. فدول دخلوا على مطار مروي اللي فيه كام طيارة المصرية اللي موجودة، وخدوا أو احتجزوا العساكر الجيش المصري. تصوير الفيديو ده كان بيحاولوا انه يعملوا اهانة لنا والشعب المصري والجيش المصري. والقنوات الإخوانية ومعتز مطر وشاكلته طالعين فرحانين في الجيش المصري وفرحانين في العساكر. مساء الفل أستاذة أمل حياتي من لبنان، كل سنة وانت طيبة. طالعين بيشمتوا في الجيش المصري. الخسة والندالة والعمالة من هذه القنوات، اللي هي احنا المفروض دلوقتي نبقى على قلب رجل واحد، لأن في خطورة، في وضع بيهدد الأمن القومي المصري. والحمد لله إن الجيش أو الشعب السوداني هو كمان التف حوالين الجيش السوداني، رغم إن البعض غير راضي مثلا عن موقفه من العملية السياسية وكده يعني، لكن وقت الخطر بيتجمع الشعب. توقعات أنا الشخصية إن هتدخل قوة شر تؤجج الصراع ده. توقعات أنا يعني مثلا جماعة بتوع أبي أحمد يحاولوا يدخلوا على الفشقة من خلال أثيوبيا. جماعة من تشاد المواليين لحمدتي، لأنه تقريبا هو أصله تشادي، هيحاولوا يدخلوا من هناك. جماعة الإخوان المسلمين توقعاتنا يحاولوا، أو الفلول النظام السابق في السودان يحاولوا يقتحموا السجن اللي فيه عمر البشير، يحاولوا يخرجوه، فهتزيد عملية الصراعات. احنا نتمنى ان يتم حقن دماء الإخوة
السودانيين، وربنا يحفظ دولة السودان الشقيق، ويتم القضاء على ميليشيات حمدتي لأنه يعتبر انقلبوا على الجيش. وإن شاء الله الجيش المصري قادر على إنه استعادة ولادنا اللي موجودين في السودان، بس هيكون الرد في التوقيت المناسب. وتقريبا ان حمدتي خاف من رد فعل الجيش المصري، طلع اعتذار على موضوع تصوير العساكر المصريين. احنا كلنا كشعب المصري ندعم القيادة السياسية بتاعتنا، وندعم الرئيس بتاعنا، وندعم الجيش المصري فيما يرونه مناسبا للرد والحفاظ على أمن الوطن وعلى أمن جنودنا. الميليشيات دول مش اعتدوا بس على أو احتجزوا العساكر المصريين، لكن عشان هم همج دول حرقوا طيارة أو طيارتين مدنيتين سعوديتين. ما بقول لكم همج، عالم همج، ميليشيات. كل سنة وانت طيب أخ مهدي، كل سنة وانت طيب مهدي، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيبة أخت أمل حياتي. تقريبا هتحاول الدول الأوروبية تحيد الجيش المصري، وتقريبا هيحاولوا يعملوا تهديد ان مصر لو دخلت يفرضوا عقوبات او حاجه، لان هو ده الفخ اللي كانوا بيحاولوا يعملوه لمصر. وانا قلت هم بيحاولوا يعملوا مشكله في منطقه القرن الافريقي ومنطقه الخليج، لان تقريبا الجيش السوداني وافق على انشاء قاعده روسيه في السودان. فازاي امريكا تمام توافق على ان روسيا كده؟ فاشعلوا الحرب، ودوا الضوء الاخضر لجماعه حمدتي اللي ينقلبوا على الجيش. فهمتوا الموضوع ماشي ازاي يا جماعه؟ ففي دعم لبعض قوى الشر لجماعه حمدتي يكونوا تهديد مباشر للجيش المصري. فاحنا لازم نكون عندنا وعي، احنا في مرحلة الوعي. ربنا يحفظ بلدنا يا استاذ محمد مرسي، وكل سنة وانت طيب. فاحنا دورنا يا جماعة ان احنا نكون على قلب رجل واحد. رغم احنا كنتوا قبل كده في ضغط على مصر، ضغط من عملية ضغط اقتصادي وضغط سياسي، وبيحاولوا يفتحوا لنا بؤر صراع من خلال ليبيا او من خلال اسرائيل او من خلال جرجرة الجيش المصري باي طريقة لدخول حرب وانهاكه. لان تم طلب امريكي من مصر ودول الخليج ان يعملوا ناتو عربي لضرب ايران. فدولة السعودية الشقيقة عملت مصالحة مع ايران لتفويت الفرصة دي على امريكا برعاية الصين. يسكتوا؟ لا، لازم يعملوا بؤرة صراع في المنطقة. ليه؟ لأن شركات السلاح بتشتغل، شركات السلاح تشتغل، ويتم الضغط على مصر وعلى دول الخليج
اللي هي بدأت تنتقل للمعسكر الشرقي، الصين وروسيا. فاهمين العملية السياسية ماشية ازاي يا جماعة؟ فالأداة اللي كانت بالنسبة لهم هو حمدتي. فإحنا من مصلحتنا كالشعب المصري وكدولة مصر مع الجيش النظامي الرسمي لدولة السودان الشقيق، ومع الشعب السوداني اللي التف حوالين الجيش السوداني. فأنا برد على الناس اللي يسألوا طب وإيه اللي ودى الجيش المصري هناك؟ الجيش المصري بيعمل مناورات مع الجيش السوداني، زي ما كان لنا مثلا مناورات مع امريكا قبل كده، لنا مناورات في بيننا وبين السعوديه، مناورات في بيننا وبين روسيا، مناورات. ده مناورات بين الجيوش بتحصل بعضها وبعض، فده حاجه طبيعيه. لكن هم حاولوا الميليشيات دي يصوروا للشعب السوداني ان مصر محتليه السودان الشقيق، وهذا لم يحدث. وتلقفت القنوات العميله الاخوانيه منظر احتجاز العساكر المصريين للضغط على مصر والجيش المصري واهانه الجيش المصري وي والكلام ده. ونفس الشيء تلقفتها القنوات الأثيوبية بفرح وتهليل، ان هم دول اللي كانوا جايين يدمروا جيش او يدمروا سد النهضة. فاحنا دورنا يا جماعة، احنا كالشعب المصري، ان احنا ندعم ونثق في قيادتنا السياسية والجيش المصري، وندعمه فيما يتخذوه من قرارات مناسبة للحفاظ على حياة الجنود المصريين في السودان، وبما يحفظ أمن بلدنا مصر. حاولوا يا جماعة لا تلتفتوا لأي فتن خلال الفترة دي، وربنا يحفظ دولة السودان الشقيق ويحقن دمائهم، ويتدخل العقلاء هناك ويغلبوا مصلحة الوطن قبل ما يتحول الموضوع إلى حرب أهلية، والفائز فيها خسران، الفائز فيها خاسر. وإن يتدخل عدد من القوى الإقليمية في المنطقة لإشعال الصراع. ربنا يخمد الفتنة دي في دولة السودان الشقيق، وربنا يحفظ بلدنا مصر، وربنا يحفظ كل الدول العربية من شر الفتن. وأقول لكم في نهاية اللايف كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. وأنا طبعا ما طلعتش في شهر رمضان على أساس إن هو شهر عبادة والناس مشغولة بالصلاة وقراءة القرآن والكلام ده، والبعض التاني برامز وجعفر العمدة. أنا الحمد لله ما اتفرجتش على أي قنوات فضائية طوال شهر رمضان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منا ومنكم صلاتكم وصيامكم وقيامكم. وكل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم على خير، وإلى اللقاء في لايف جديد وحكاية جديدة من حكاوي الكيلاني، في رعاية الله.